شوفوا، عادة لما العرب يتأثروا على ثقافة أجنبية سواء إيجابيا أو سلبيا، لكن أشوفها سلبيا أكثر من إيجابيا، والسبب هي أفكارهم الوسخة والمريضة، سواء الشواذ والمثلية والمتحورين جنسيا، وأيضا الأفكار النسوية. وهذا الشيء يخلي إنسان عربي ينسى هويته وينسى العادات والتقاليد اللي عنده، ويصير إنسان مسخ، يا إما يكون شاذ أو متحول جنسيا، أو مثلا يا إما داعم بحقوق النسويات المتطرفات. هذا اعتبره مسخ نهائيا، وهذا شيء ما يمثلنا إحنا كعرب، تمام؟ لكن بالنسبة للعراق وتحديدا ثقافة آسيوية سواء اليابان أو كوريا، أنا عمري حياتي ما شفته. وهذا المقطع راح يكون على تأثير الأجانب من العراق وتحديدا يابان وكوريا. طيب، انا ما ادري اقولكم صراحة عن موضوع المجتمع العراقي وتحديدا مراهقين والاطفال يتأثرون على حاجات مثل الانمي والكيبوب والاشياء دي. يعني الجيل الجديد من العراق يوصل مرحلة من الحضيض بسبب التأثير على الثقافة الاسيوية مثل اليابان وكوريا. انا حسبالهم مثقفين لكن طلعوا ناس كرنج، ناس تحت الحضيض ما عندهم اي قيمة انسانية، فوق هذا مفتخرين بها بشكل لا يصدق باي عقل بشري، فاعتبرهم ناس كرنج بدون اي سوالف. نبدأ اول شيء وهي الثقافة الكورية. والله هذا اسوأ نوع من البشر لما يتأثروا على هاي الثقافة الكورية اللعينة، سواء يسينون شعر او يحطون مكياج. هي هاي ثقافة الكورية اللعينة اللي ما كنت شفتها بحياتي، وانا ندماني سويت بهذا الشيء، والحمد لله على نعمة ربي اللي ما راح اسويها مرة ثانية. بس المشكلة ان مراهقين الجيل الحالي متأثرين على هاي الثقافة الكورية، وليسوا من ذلك يسمون من نفسهم باد بوي. والله اسم هذا خلاني اتقيأ صراحة. والله ما احتاج اني اتعمق بهدول الفئة لان اعتبرهم فئة حثالة وفاشلة، ولكن ابرز مثال على ذلك وهو نامجاكو. لا والله اسم هذا سيء السبت. المهم، نامجاكو عبارة عن شخص ما عنده شيء بالحياة، ما عنده اي هدف يسويها، شخص ناعم ما يسوي اي شيء بالهدف اللي عنده، هو فقط يسوي بسنابات او انستا واشياء من هذا القبيل، وطبعا يسوي حركة والرقصات مثل النسوان بالضبط، وفوق هذا يتواعد مع بنية اللي كانت نفس الصفات والصراحة خلاني مو مرتاح على هذا الشاب لما يصرف مثل النسوان. يعني ما اضيق بهذا الوقت لان واضح هو متأثر على ثقافة الكورية وتحديدا الكيبوب. ما اقدر اقول صراحة على هذا الوقت، بس الله عينه وان شاء الله يحلق بالجهنم. فهذا هو باختصار للناس متأثرين على ثقافة الكورية، سواء الافلام مسلسلات وتحديدا الكيبوب. رغم المتابعة بافلام مسلسلات كورية ما في مشكلة، لكن بالنسبة اغاني كورية لا شكرا، ما حابب اسمعها لان اعتبرها حرام. لكن بالمجتمع العراقي لما يتأثرون على هاي الثقافة يسوون بطريقة كرنج، فالله يعينهم على هدول فئة الكورية واللي بالامانة ما اعطيكم نهائيا. بتقول ايه؟ بس نجي على الثقافة اليابانية او الثقافة الانمي. والله شوف، انا كشخص متأثر على ثقافة الانمي نوعا ما، لكن الحمد لله خلاني اكون انسان طبيعي واصلي كل يوم واسمع القرآن حتى ما اكون انسان كلينج واسوي اشياء بمواقفها كلينج مثل هدول الفئة. يعني اشياء سخيفة تخص الانمي والحمد لله ما اريد اسويها مرة ثانية. بس الظاهر ان مجتمع العراق حاليا متأثرين على الانمي بشكل كبير. اظن على حسب الموقع اللي شفته هو ان العراق هي ثالث اكثر دولة متابع للانمي. يعني خلاص الناس حاليا صاروا متابعين للانمي، وهذا اعتبره ايجابي. ولكن الشيء السلبي هو ان الناس يتأثرون بها بشكل كبير، يعني بشكل اوفر. يعني مثلا مهرجان الانمي بالعراق، يعني اول ما اشوفه اقول نفسي وات ذا هيل، يعني شنو هذا يا ناس؟ يعني ما ادري اقولكم صراحة هل هي ايجابية او سلبية عن هاي مهرجان الانمي بالعراق. والله نفس الشيء مع مهرجان انمي سعودي وكان اعتبرها جيدة، ولكن بالنسبة لمهرجان انمي بالعراق اعتبرها نص نص. تمام، يعني شيء حلو او شيء خايس بنفس الوقت. بس المشكلة الناس صاروا حاليا اوتاكو، يعني مدمن انمي ومانجا بشكل كبير، والمصيبة الكبرى مفتخرين بها على هذا الاسم. وايضا لازم يلبسوا كوسبلاي على مود يسوع كشخصيات الانمي تماما. شوفوا، انا ما الوم اي ناس لما يلبسوا كوسبلاي بالانمي، وهذا شيء اعتبره حرية شخصية، لكن المشكلة دائما يقلدون الشخصيات الانمي تماما بنفس الصفات ونفس تصرفاتهم. واصلا ان انمي نفسها عبارة عن الافكار الالحادية والشذوذ والكلام الفاضي، يعني افكار غربية يتبعونها. فلا حد يقول لي انا مو متأثر بالانمي واشياء هذا. اصلا انت متأثر بالانمي ومتأثر على ثقافة اليابانية واشياء هذا، وفوق هذا تتكلم ياباني، فشوفوا بالله.
طبيعي هي تتكلم يابانية، لكن للأسف هي متأثرة على ثقافة اليابانية بشكل كبير، وأنا منهم لأن أنا متأثر على الأنمي شوي، بس الحمد لله أكون إنسان طبيعي. عموما ما أكتب عليكم يا إخوان إن التأثير على الثقافة وتحديدا الأجانب تكون شيء طبيعي أو شيء إيجابي لما يصير بها قصص خيالية والعوالم وأشياء كثيرة، لكن لما تفقد إيمانك وطبيعتك وكمان تفقد عاداتك وتقاليدك اللي أنت تملكها، حرفيا راح تكون شخص ممسوخ مثل الجميع. للأسف الناس حاليا صاروا من تحت الحديث بسبب تأثير على هاي الثقافة بشكل كبير، وتحديدا المجتمع العراقي اللي صاروا حاليا تحت الحديث سواء على حالتهم الأخلاقية أو نفسيا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم. وبس هذا رأيي بالموضوع. أدري موضوع صعب وما قدرت أتعمق بيها بشكل كبير، بس تقدر تعتبرها تفاصيل المجتمع العراقي وتأثيرها على الثقافة الآسيوية، وأصلا إن الآسيويين نفسهم عبارة عن ملحدين بس حابين يسوون أفكار ملحدة وبطريقة شنيعة. وأيضا لكم تحت التعليقات حتى تشوفون تأثيرها شيء إيجابي أم سلبي.